مبنى واحد بس كان أعظم كنيسة في العالم، وبعدها بقى مسجد، وبعدها بقى متحف، وبعدها رجع مسجد تاني. مش فيلم والله، ده مش فيلم تاريخي، ده مكان حقيقي موجود لحد النهارده، وكل حضارة دخلته سابت علامتها فيه. السؤال بقى، ايه حكاية المكان ده؟ يلا بينا نعرف إيه حكايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. وقبل ما نبدأ فزورتنا النهاردة، عايزين نعرف حل فزورة امبارح اللي كان قلعة حلب في سوريا. يلا بينا نشوف تعليقات حضراتكم وايه اللي كتبتوه في التعليقات، وبعدين نشوف لوجو قنوات حضراتكم. يلا بينا. وقبل ما نقول التعليقات، انتم ملاحظين ان انا صورت بالنهار ودلوقتي بصور في ليل عشان الحق اذيع الفيديو. مفيش وقت، حقكم عليا، انا اسف، بس ما هنش عليا اجل الفزوره النهارده من تعليقاتكم الجميله، وما ينفعش تبذلوا مجهود وتبحثوا وتكتبوا تعليق وانا ااجل الفزوره. حقكم عليا، انا اسف. ويلا بينا نشوف تعليقاتكم. عندي قناه لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى برنسيسة الدراما، قالت: هي قلعه حلب في سوريا تعد من اقدم واكبر القلاع في العالم، وتقع فوق تل صناعي مرتفع في وسط المدينه، وبيتم الدخول اليها عبر جسر حجري طويل ومقنطر بيمر فوق خندق مائي جاف، وتعتبر نموذجا فريدا للتحصينات العسكريه الاسلاميه العائده للعصور الوسطى خاصه الايوبي. وشكرا يا برنس على الفزوره الجميله المفيده، ويسعد مساك يا رب، ويسعد مساكي يا ست الكل، وربنا يعزك، ومتشكر جدا على كلامك الجميل وتعليقك المفيد. عندي قناه سهام من قلب الجزائر، برنسيسة الجزائر، قالت: قلعه حلب وهي قصر محصن يقع وسط مدينه حلب في سوريا، تقع على تل مرتفع منحها اطلاله بانوراميه. بيسعد مساك بكل خير ان شاء الله يا اطيب خلق الله. ربنا يعزك، انا اسف للقرايه عشان الدنيا ليل. تحياتي الخالصه برنس بيت العيله، اتمنى لك النجاح ودوام الاستمراريه مع فوازير عم محروس، بنلف العالم وبنستفيد كتير، وده هدفي والله يا سهام. عندي قناه مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها ملكة القلوب، قالت: تحياتي لك يا برنس البرنسز، دايما منورنا بطلتك الغالية، ودايما مجمعنا في اللمة الحلوة، الله يدوم تجمعنا. وحل الفزورة: هي قلعة حلب في سوريا، وهي قلعة قديمة جدا من أكبر قلاع العالم، وهي موجودة فوق تل صناعي مرتفع في وسط المدينة، وهي من العصور الوسطى، وللوصول لهذه القلعة عن طريق جسر حجري طويل ومقنطر يمر فوق خندق مائي جاف، وتعتبر نموذجا فريدا للتحصينات العسكرية الإسلامية. وكفاية عليك كده يا كينج. ربنا يعزك يا مان. ان شاء الله متجمعين على طول حتى بعد العيد باذن الله. عندي قناه الكلام الجميل، يوتيوبر احمد، يوتيوبر احمد برنس، او يوتيوبر احمد، قال: مساء الخير يا برنس، هي قلعة حلب في سوريا تعد قلعة حلب واحدة من أقدم وأعظم القلاع في العالم، وتقع في قلب مدينة حلب القديمة على تلة مرتفع حوالي 33 متر، بيعود تاريخها لأكثر من 3000 سنة، وبتضم معالم أثرية فريدة في عهود مختلفة، أبرزها الحقبة الأيوبية، الملك الظاهر غازي، والزنكية، وهي مدينة على قائمة اليونسكو. وتحياتي لك يا برنس، تحياتي لك يوتيوبر أحمد، وأنا فرحان ومبسوط جدا إن حضرتك التعليق بتاعك معلوماتك زادت، وربنا يبارك فيك. والبحث مش عيب، على جوجل، من كتاب، من جريدة قديمة، من أي حاجة، المهم إن احنا نبحث وندور ونلاقي وتركز المعلومة في دماغنا. عندي قناة عالم الشورتس، يوتيوبر مصطفى المغرب، قال: قلعة حلب قصر محصن يعود إلى العصور الوسطى، بتعد إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم، بيعود استخدام التل الذي تتموضع عليه القلعة إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، واحتلتها فيما بعد العديد من الحضارات كالإغريق والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين. ربنا يعزك. عندي قناة فيف ماروك، برضه يوتيوبر مصطفى من المغرب، قلعة حلب من أهم معالم مدينة حلب التاريخية، ومن أهم القلاع في العالم، تعد شاهدا على عبقرية العمارة والتحصين العسكري في الشرق الأوسط، وبالتوفيق للجميع، وبالتوفيق ليك أخي الكريم، وربي يعزك. قناة كروشيه ويوميات أم عبده، يوتيوبر أم عبده، قالت: قلعة حلب تقع في وسط مدينة حلب في سوريا، وتعد من أقدم وأكبر القلاع في العالم، بنيت على تل مرتفع استخدم منذ العصور القديمة، بينما تعود معظم أبنيتها الحالية إلى العصر الأيوبي في القرن ال13. تتميز القلعة بأسوارها الضخمة وأبراجها القوية ومدخلها المهيب، وكانت عبر التاريخ حصنا دفاعيا مهما يحمي المدينة من الغزاة، تعد اليوم من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة. ربي يعزك يوتيوبر أم عبده، ودايما بتمتعينا بتعليقاتك الجميلة. عندي قناة نصائح عامة، يوتيوبر نصائح عامة ست الكل،
قالت مساء الخير والسعاده عليكم اهل البيت الكبير وعليك يا يوتيوبر نصائح عامه. قالت حل اليوم قلعه حلب في سوريا اليوم سهله. يا رب. تحياتي لحضرتك، كل سنه وانت طيب وبخير وانت طيبه يا ست الكل. عايزين الفوازير تستمر حتى بعد رمضان، احنا بنستفيد خصوصا لما بنبحث عن المعلومات. شكرا لحضرتك، وده اللي هيحصل بمشيئه الرحمن، ان الفوازير مستمره معانا بعد العيد عشان نستفيد، وهتبقى في مجالات كتير باذن الله، وان شاء الله نطور ونساعد بعض على تذكيرنا بالمعلومات وننمي عقولنا. عندي بعد كده قناه مروه فتحي بنت عز، يوتيوبر مروه. يا ترى كاتبه لي ايه النهارده؟ ربنا يبارك لك استاذ ابراهيم، والله الفضل يرجع ليك بامور كتير، الفضل لله سبحانه وتعالى وليكم. يا ريت كل الناس جدعه نفس حضرتك. لا حضرتك لا والله، انتوا اللي اجدع وانتوا اللي احسن. عندي طبعا بتقول السؤال حلو جدا جدا جدا. خالص مالص، قالت مالص اهو بتضحك، ربنا يدوم ضحكتك مروه. قالت طبعا قلعه حلب وهي من اهم المعالم التاريخيه بحلب طبعا سوريا. ربنا يسعدك ويوفقك ويحفظك، ورب يسعدك ويوفقك ويحفظك يوتيوبر مروه. عندي قناه وصفات مفيده مع مروه، يوتيوبر مروه. قالت منور يا برنس اليوتيوب، ده نورك يا ست الكل. قالت طبعا السؤال سهل، شفتني وانا مبسوطه؟ شفتك. وانا مبسوطه كده وبحل بسهوله وبتضحك، ربنا يديم دايما الضحكه والسعاده في قلبك يا رب. طبعا قلعه حلب بسوريا وتقع بوسط مدينه حلب، وبالتوفيق والنجاح الدائم يا رب العالمين، بالتوفيق والنجاح لينا جميعا باذن الله. عندي قناه حياه انوسه، مرحب بيكي يوتيوبر انوسه. قالت ما شاء الله، قناه كلها معلومات مفيده جدا، بالتوفيق للجميع يا رب، كل احترامي لحضرتك ولكل ضيوفك والمتابعين، وتحياتنا ليك يا ست الكل. قالت هي قلعه حلب في سوريا هي قلعه تاريخيه واثر في وسط المدينه، بنيت كحصن على تله. ربي يعزك ويبارك فيك، وانا متشكر جدا ليكم ولتعليقاتكم. وبقول لكم حاولوا تفرجوا اللوجو بتاع قنواتكم واسماء اللي بتتقال وانتم بتقولوا التعليقات، وروها لاولادكم ولجيرانكم والناس اللي بيحبوا ان هم يبقوا في ظهركم وانتم بتقدموا على قناتكم، عشان يعرفوا ان اساميكم محفوظه بره. ان كان حد من دوله عربيه عارف ان في حد من مصر بيذكر اسمائكم وبيحط اللوجو بتاعكم على قناته، وان في ناس مهتمه بيكم وانكم بتقدروا تقدموا المعلومه. يلا بينا نشوف اللوجو بتاعكم، يلا بينا. معلمنا النهارده موجود في دوله مميزه جدا، جزء منها في اسيا وجزء منها في اوروبا. عرفتوا كده صح؟ المعلم بتاعنا تم بناؤه سنه 537 ميلاديا، يعني عمره حوالي 1500 سنه، وفضل اكبر مبنى ديني في العالم حوالي 1000 سنه. اكبر حاجه كانت مبهره فيه القبه العملاقه، قبه ضخمه جدا كانها متعلقه في الهواء، والناس زمان كانوا فاكرين ان ده مستحيل هندسيا، ولما حصل زلزال القبه دي وقعت مره، وتم اعاده بنائها بشكل اقوى. ولما دخل المسلمين المدينه سنه 1453 بقياده، طب ما انا قلت بقياده مين؟ عرفتوا؟ ما انتوا عرفتوها بقى بس مش هقول. تحول المبنى لمسجد، وتم إضافة 4 مآذن، محراب، منبر، ولوحات بخط عربي ضخم. ومن أجمل الحاجات بقى إن الزخارف الإسلامية اتعملت بدون إزالة الرسومات القديمة، يعني تلاقي فن إسلامي جنب فن بيزنطي في نفس المكان. بعد كده بقى في القرن العشرين اتحول لمتحف، ثم رجع بعد ذلك اتحول لمسجد سنة 2020، واليوم بيعتبر من أشهر معالم العالم، وبيزوروا ملايين السياح سنويا. أظن كده عرفت هو مين. اللي يعرف يكتب لنا الإجابة في التعليقات، ونشوفوا الحل مع بعض بكرة، ونقولوا تعليقات حضراتكم مع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. سلام.